لو انت زيي بقى كده وما بتحبيش تاكلي الفراخ من بره وبتفضلي دايما تاكليها من قلب البيت من ايدك، تعالى اقولك على تتبيله تجنن، حاجه كده خيال، هتاخدك في حته تانية خالص. شايفين ما شاء الله الجمال؟ ايه رايكم؟ شايفين اللون؟ عايزه اقول لكم بقى الطعم والريحه مفيش بعد كده. قدمنا معاها كده رز ابيض زي ما انتم شايفين، وبالمناسبه الفراخ دي تتاكل مع مكرونه مع عيش مع رز. واجمل حاجه في الوصفه بتاعتنا النهارده ان المقادير موجوده في قلب البيت، وان هي سهله جدا وسريعه ومختصره، وكمان طعم مفيش بعد كده وجمال مفيش. وهقول لكم بقى ازاي بقى تطلع معاكم دايبه كده وتحفه وتاخدي اللون الهايل ده ما شاء الله تبارك الله. بس طبعا زي ما احنا متعودين، يلا بينا قبل ما نخش الفيديو هنسمي بالله ونصلي على الرسول علشان ان شاء الله نبدا احلى فيديو النهارده. يلا بينا كده، يلا حبايبي. بس قبل ما تخشي تنسيش. بصوا حبايبي، انا معايا هنا الفراخ. هكلمكم بقى عن محلول النقع اللي انا نقع فيه ده، دوت يعني رتلين من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. عصرت عليها 3 ليمونات. جبت بصلايه قطعتها ترنشات ودعكتها كويس جدا بالملح والفلفل. جبت كمان رشه كده من الزعتر وحطيتها معاها. وجبت كمان فصين من الثوم وضفتهم معاها. تمام كده. وجبت كمان آه، فلفل، يعني قرن من الفلفل، ضربته كده في الكبة ناعم، وضفته برضو ايه معاه، مع معلقة ملح كبيرة، ومع معلقة من السكر، وربع كوب من الخل. طيب وايه تاني يا بطة؟ رشة بسيطة خالص على طرف المعلقة من الكربوناتو. كربوناتو يا بنات بيخلي المحلول بتاعنا ده بيطلع اي زفارة اي حاجة مش لطيفة في قلب الفرخة، وكمان بيسوي معايا الفرخة كويس جدا. بصوا، شايفين؟ شايفين اللحمه من جوه فاتحه ازاي، مطلع اي دم فيها او اي حاجه. وكمان بيخلي الانسجه بتاعه الفراخ تبقى دايبه كده وحلوه قوي قوي في التسويه. خلاص كده انا بقى ايه، هشيل الفرخه من المحلول ده. زي ما قلت لكم بقى حطيت ليمون وحطيت خل والسكر، رشه كده من الحبهان واللوري، يعني ظبط المحلول بتاعنا ده اهو. بصوا، بفتح كده الفرخه كده من الظهر، عايزه تقسميها نصين اقسميها، عايزه تقطعيها 4 تربع قطعيها زي ما تحبي. هاجي كده من جوه كده وابتدي بقى انغص كده الفرخه بتاعتي اهي. كنت حابه اعمل معاكم التتبيله بتاعت النقع دي، بس النور قطع عليا وانا بعملها، فمعرفتش الحقيقه اكملها لكم يعني، فانا قلت ايه اقولها لكم كده، يعني اشرحها لكم كده بس اهي. هفتح بقى كده، بصوا بفتح اي حاجه في الفرخه كده قدامي اهي. الورك كده ايه بفتحه كده من هنا، والصدر بقى كده بالسكينه كده اهو. زي ما قلت لكم عايزين تعملوها سليمه كده، عايزين تقطعوها، عايزين تفتحوها كده، تمام اي حاجه. شايفين بقى التوابل والتتبيل اللي عليها مش هنشيلها ومش هنعمل، مش هنيجي جنبها خالص اهو. اهو كده ايه، اي عظمه كده نبتدي ايه نكسر كده اهو. بصوا بس كده. نجيب بقى اي حاجه كده عندنا كده تقيله، ونفرد كده الفرخه كده وندق كده ايه على بسيط اهو. اي حاجه، انا عندي ايدي الهون اهو بعمل بيها عادي خالص. خلاص يا حبايبي، فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هركنها بقى على جنب واحضر بقى التتبيله بتاعتي الخارجيه. معايا هنا كده حوالي كده ربع كوبايه من الزيت، اي نوع زيت يعني، مش شرط زيت زيتون، يعني دلوقتي بستعمل زيت ذره. تمام، ربع كوبايه كده. معلقه كده من دبس الرمان، لو عندك صويا صوص ممكن تستبدليه بدبس الرمان، او لو عندك صوص الباربيكيو ممكن تستبدليه من دبس الرمان. انا الحقيقه المتواجد عندي دبس الرمان فانا هستخدمه. هضيف لها بقى كده ايه رشه كده من الجنزبيل، ولو عندك فريش يبقى افضل كتير جدا. سماق، هضيف لها كمان شطه حاره، ودي طبعا اختياريه. كبيبه صيني،
لها كمان كزبره، احط لها كمان توم بودره، والاساسي بقى اللي انا بحب دايما اضيفه الكاري، معلقه كده صغيره. احط كمان بابريكا، بابريكا عاديه، لو عندك مدخنه يبقى تمام برضه. حبهان ولوري، فلفل اسمر، بصل بودره، 7 بهارات او توابل فراخ لو متواجد عندك. انا حطيت هنا توابل فراخ على طرف المعلقه كده كربوناتو عشان يساعد معانا في تسويه الفرخه ويخليها دايبه كده وتحفه. لون بسيط كده من اللون الغذائي الاحمر، بما ان انا مش هحط لها صلصه ولا حاجه، فانا هضيف لها بس ايه، لون طعام عادي خالص، اللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده، حاجات بسيطه جدا. هضيف بقى كده مكعب مرق، بسم الله، ومعلقه سكر كده صغيره طبعا عشان اللون والطعم. ونظبط بقى الملح، ما نكترش عشان مرقه الدجاج، وكمان احنا اصلا نقعين الفراخ في الملح في المحلول بتاع المحلول النقع ملح وسكر، فمش هنكتر زياده عن اللزوم ملح. قلب بقى كده كويس، واي نوع بقى توابل اللي انت حابه تضيفيه تاني ضيفيه. ادوبهم بس كده كويس مع بعض. بصوا بقى، انا فتحت كده ما بين الجلد واللحم اهو، وناخد بقى بسم الله من الصوص بتاعنا الحلو ده، بسم الله اللهم بارك، وندهن كده فوق وتحت وفي كل الاتجاهات اهو. شايفين اللون، عسل عسل عسل، وريحه بقى التوابل خطيره خطيره خطيره، اللهم بارك اهو. بسم الله، خد كده وندهن ونفتح كده من تحت الجلد وندهن برضو اهو. استني كده، نجيب كده ايه معلقه كده وندخل. بصوا كده حبايبي جهزت معايا. انا حطيتها دلوقتي معايا تحتيها كده صينيه حطيت فيها خضار، اي نوع خضار بقى، عايزه تشويها من غير خضار تمام، بس انا الحقيقه عايزه اعمل تحتيها خضار. حطيتها بقى كده على الشوايه، انا حطيت تحتيها بطاطس، انت اي نوع خضار ممكن ينفع معاها. دلوقتي بقى ولعت الفرن على اعلى درجه حراره، احطها بقى ان شاء الله اول 10 دقايق على درجه حراره عاليه، علشان لازم تخش تاخد صدمه في درجه الحراره العاليه، علشان لو حطيتيها في الفرن وهو بارد او هو مثلا درجه الحراره بتاعته منخفضه، هتنزل بقى السوائل اللي فيها واللحمه بتاعتها كده تنشف معاكي متبقاش مظبوطه. فاحنا ان شاء الله اول 10 دقايق على اعلى درجه حراره، وبعد كده هنعمل الحراره عندنا وسط، هنحطها بقى ان شاء الله في الشبكه اللي في النص، هتستوي بقى وتاخد لون من فوق ومن تحت. زي ما انتم شايفين كده، سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه خالص، والطعم ان شاء الله هيعجبكم جدا. يلا بينا بقى نحطها دلوقتي ان شاء الله في الفرن ونرجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي كده الفراخ جهزت معايا اهو، وقدمتها بالشكل العسل قوي ده، ما شاء الله تبارك الله. ايه رايكم؟ بص شكل الفراخ واللحم من جوه بقى شرب من الصوص واخد اللون الاحمر الجميل ده. شايفين؟ عملت بقى كده جنبها رز ابيض زي ما انتم شايفين كده، ممكن تعملوا جنبها مكرونه اللي يناسبك، ممكن كمان تاكل بالعيش كده بتبقى تحفه جدا مع السلطات. بصوا عايزه اقربها لكم كده، بصوا الجمال، الله 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 ما شاء الله. شايفين؟ حلوه قوي 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 قوي. ايه رايكم؟ بجد لازم تجربوها، انا ما شغلتش عليها الشوايه ابدا، هي ما شاء الله استوت واخدت اللون ده كده من فوق ومن تحت من غير اي شوايه. كنت حاطاها في الفرن الرف الاوسط في الفرن، وما شاء الله اخدت اللون اللي انتم شايفينه ده. طريقه سهله جدا وبسيطه وتجنن الحقيقه، بجد لازم تجربيها، واستنى ان شاء الله تعليقاتكم وتقولوا لي رايكم فيها ايه. لو عجبكم بقى الفيديو النهارده ما تنسونيش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.